بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة وكيا بيكانتو. طبعا العربية اللي معانا اتعرضت لحادثة. العربية دي طبعا مقلوبة، في عندنا شغل في القوايم الستة وشغل في السقف زي ما موجود معانا على الجهاز. طبعا صاحب العربية في الإعلان بتاعها كالعادة كاتب إن العربية فابريكا دواخل، وطبعا ده كلام غير صحيح. وطبعا كان بينكر الكلام ده لحد ما احنا وريناه على الطبيعة. طبعا كلنا شايفين مع بعض الشغل اللي موجود معانا في القوايم، والزنب دي كلها معمولة. طبعا احنا هنعرض فيديو مع نفس الفيديو اللي موجود معانا. العربية سليمة، الزنب سليمة طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. الجهاز بيقرا لحد 500 ولحد 600 نتيجة ان في هنا رش وفي معجون، والزنب دي كلها معمولة مش زنب حقيقية. طبعا الراجل في الاعلان بتاعه زي ما احنا قلنا بيقول ان العربيه بتاعته ده فابريكا دواخل، وده طبعا كلام غير صحيح بالمره. والقوايم كلها مشغوله والعربيه مقلوبه وفيها شغل فرد الشاسيه الاماميه. طبعا العربيه مغيره التابلو بتاعها نتيجه الحادثه اللي فيها، الحادثه القويه اللي كانت موجوده في الوش، وكانت العربيه مقلوبه. طبعا احنا بنقول يا جماعه وبنحذر الناس وبننبه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بقينا فينا في 800 في الجهاز، واخدين بال حضراتكم 800 و600، فهنا في رش وفي معجون كتير جدا. بنحذر الناس وبننبه الناس يا جماعه، اي واحد بيكتب اعلان على العربيه بيقول مواصفات العربيه الحقيقيه، عشان طبعا ما فيش حد حملت ان هو يلبس في عربيه. فطبعا دي رساله توعيه. واحنا برضو هنعرض مع بعض دلوقتي عربيه تانية، عربية سليمة، الدواخل والزنب بتاعتها سليمة. طبعا الناس المتابعين بتوعنا وخصوصا رفيق بن نادوري في أمريكا بيقول لنا ورينا العربيات اللي هي الزنب بتاعتها حقيقية. زي ما احنا شفنا الجهاز هنا أقل من 100. الزنب دي طبعا زنب حقيقية، والعربية سليمة، والعربية فابريكا دواخل، والزنب بتاعتها زنب حقيقية. طبعا احنا عشان نوضح ونفرق بين الزنب اللي معمول فيها شغل والزنب الحقيقية في الفيديو اللي معانا. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص سيارات بمدينة نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أرقام أخرى أو أسماء أخرى.